حاسبات النهارده الكليه الاكثر جدالا في مصر والوطن العربي كله، خصوصا بعد كلام الرئيس عنها. 300,000 من خريج الحاسبات. بس يا ترى هل فعلا الضجه اللي حصل عليها الكليه دي حقيقيه فعلا؟ كلية يا جماعة حاسبات ومعلومات. حاسبات ومعلومات. كلية حاسبات ومعلومات. كلية حاسبات ومعلومات. كلية حاسبات ومعلومات. كلية حاسبات، كلية اللي كل الناس هتموت عليها وعاوزة تدخلها. وهل فعلا لو دخلت حاسبات هقدر اعمل 30 و40 الف جنيه في الشهر؟ قاعدين كلكم تدخلوا ولادكم اداب وتجاره ومع كل التقدير والكلام ده قلته قبل كده والاحترام ده، انا بقول لك على حاجه هتشتغلها وانت قاعد في بيتك، هتعمل لك 20-30 الف دولار في الشهر، وممكن توصل ل100 الف دولار في الشهر. وهل لو ما دخلتهاش خلاص كده الحلم ضاع؟ والنهارده انا جاي اجاوب لك على الاسئله دي واكتر في الفيديو ده. اول حاجه كده خلينا نهدي على حته ان في كليه فلانيه هي احسن كليه في الحياه، وان انا لو دخلت الكليه دي فخلاص كده انا ضمنت مستقبلي. الضامن هو الله، ولا حاسبات ولا طب ولا هندسه ولا اي حاجه من الكلام ده كله. ولو كان في كليه واحده هي احسن كليه في الحياه صدقوني ما كناش هنوصل للتطور اللي احنا فيه دلوقتي ده. تعال نشوف ربنا قال ايه بقى بخصوص موضوع الاختلاف ده. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. تعال نشوف بعدها على طول قال ايه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقناش بتفكير واحد، ولا خلقنا كلنا بنحب نفس الحاجه، وزي ما بيقول المثل صوابعك مش زي بعضها. يعني تخيل كده الدنيا كلها مهندسين ولا كلها دكاتره، ما كانتش الدنيا هتمشي. في اللي بيشتغل في النجاره، في المهندس، في الرسام، في اللي بيفهم في التجاره، وهكذا. كل واحد فينا ليه دور، ولو دور واحد بس اختفى المنظومه كلها هتقع. بجد دي الحقيقه اللي لازم تستوعبها. طيب لو مفيش كليه احسن من كليه، ليه بقى كل الضجه اللي على الحاسبات دي؟ وهل الكلام عن ال30 ولا40 الف دولار ده حقيقي؟ طيب خلينا نبعد حاسبات ككليه ونتكلم على مجال السوفت وير تحديدا. ايا كان انت اتعلمته فين بقى. ايوه الضجه على الحاسبات دي فعلا حقيقيه، بس مش عشان حاسبات احسن كليه، عشان السوفت وير تحديدا بقى داخل في كل حاجه حوالينا دلوقتي. النهارده بقى مفيش شركه، مفيش مصنع، مفيش اي بيزنس الا وداخل فيه تكنولوجيا عموما، وده اللي خلى مجال السوفت وير ينتشر في اخر 20 سنه. طب هل بقى موضوع الفلوس ده فعلا حقيقي؟ وهل حاسبات لو اتخرجت منها هتاخد 30 و40 الف دولار زي ما بيتقال؟ مش بالظبط، هي موجوده، بس اسال نفسك كده، الراجل اللي بياخد المرتب ده هل هو في الوطن العربي؟ هل هو خد الكلام ده في سنه او 2 أو 3 أو حتى 5؟ هل هو اتولد وراح ايا كان الدوله اللي هو فيها وبقى في البوزيشن اللي هو فيه دلوقتي ده؟ اكيد لا. من الاخر الرقم ده موجود بس مش في الوطن العربي ولا مع حد لسه يبتدي في المجال. ومش عايز احبطك بس ولا حتى هتحصل ربع المبلغ ده. ومفيش حاجه بتيجي من الهوا، لازم تجتهد وتاخد كورسات على نفسك عشان بس تقرب من الرقم ده. انما فكره انك تدخل حاسبات او اي كليه على فكره وتاخد حتى 40,000 جنيه، مش هقول لك 40,000 جنيه وانت لسه متخرج، دي حاجه شبه مستحيله. ده وهم وللاسف صعب جدا جدا تقرب منه في الوطن العربي. عشان تعمل كده لازم تكون عندك سنين خبره كبيره وتسافر بره، وده للاسف واقع هنا في الوطن العربي. حلاوه البرمجه بس ان كيرف المرتبات بيزيد جدا مع الوقت، يعني المرتب بيزيد بشكل ملحوظ مع عدد سنين الخبره، وده مثال حي المرتب واحد في جوجل وما شاء الله مرتبه وصل ل 43 الف دولار شهريا. لو انت لسه في ثانوي خليني بقول لك حاجه من القلب، من واحد كان لسه في السنه دي السنه اللي فاتت وبجد عانيت، بس مع ذلك بقول لك اشتغل على قد ما تقدر، ذاكر وحل، مفيش حاجه هتحركك غير هدفك. لازم يكون عندك هدف. حاسبات او اي كليه غيرها لازم يكون عندك هدف. انا في عز ما كنت تعبان كان اللي بيحركني ان انا عايز اخش الكليه، عايز احقق حلمي، كان في حاجه بتحركني، مش بس بمشي كده وخلاص وبذاكر وخلاص. صدقني هتتعب بجد، ربنا يعينكم على السنه دي، سنه صعبه فعلا. وصدقني يا ابني كلنا طلع عينينا، محدش دخل حاجه اللي نفسه فيها ايا كانت الكليه الا وطلع عينيه وسهر وتعب عشان يحقق حلمه ده. انا ياما بكيت وياما قلت خلاص حلمي ضاع، بس صدقني يا باشمهندس ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. حط الايه دي في دماغك وخليك ماشي بيها طول السنه، اتيقن 100% ان تعبك ده هتتجازى عليه، ولو مش في الدنيا في الاخره، فما تقلقش. طب لو انا ما دخلتش حاسبات خلاص كده ما اقدرش اخش عالم السوفت وير؟ او لو دخلت هل خريج حاسبات هيبقى ليه اولويه عني في الشغل؟ بص تقريبا بعد كل اللي انا قلته لك ده انت مش مستني اقول لك اصلا تعمل ايه. خدها من واحد في حاسبات اهو. انت مش هتشتغل لو مش بتجتهد على نفسك وبتاخد كورسات وبتطور من نفسك زي ما انا قلت. صدقني ولا حاسبات ولا اي كليه تانية ساحر، الفكره فيك انت. هل انت بجد عايز تطور من نفسك وتجتهد ولا لا؟ والماديات عمرها ما كانت عائق. عندك اليوتيوب مليان في المحتوى الاجنبي وفي العربي، في كل اللي انت تحبه، بس انت حط بس النيه وتوكل على الله وابتدي. ومش معنى انت ما دخلتش حاسبات او اي كليه ليها علاقه بالبرمجه فانت خلاص كده لو كان ليك حلو في البرمجه فضاع، لا طبعا. وممكن ان شاء الله اعمل لكم فيديو طويل احطكم على اول
اول الطريق واكلمكم فيه عن المجالات المطلوبه دلوقتي وازاي تبدا وتخش منين، ولو انت تعرفش اي حاجه انا هعرفك ازاي تبتدي، بس انت حط جواك النيه. تعالى بقى الناحيه الثانيه. تعالوا بقى اديكم امثله حيه على الكلام اللي قلت لكم من شويه ده، واكيد مش محتاج اتكلم عنه، وهو الباشمهندس اسامه الزيرو. ما شاء الله اكبر صانع محتوى عربي في محتوى البرمجه. لك ان تتخيل ان باشمهندس اسامه الزيرو صاحب اكبر قناه في الوطن العربي مش خريج حاسبات ولا خريج اي كليه ليها علاقه بالبرمجه، هو حرفيا كان في معهد خدمه اجتماعيه، انت متخيل؟ وابتدى وما شاء الله دلوقتي بقى اشهر حد في الوطن العربي كله بيدي كورسات في البرمجه وبالمجان، وكل ده عمله في وقت اصلا كانت المصادر شبه معدومه، لكنه وصل واكيد ما جاتش معاه صدفه. الدور الباقي عليك انت. من الاخر حاسبات مش احسن كليه في الحياه، تديك علم عادي زيها زي اي كليه، هي بس الضجه اللي عليها دي عشان هي المستقبل، وبصراحه الكلام ده حقيقي، بس ده ما يقلش خالص من باقي المجالات. وزي ما قلت لك اول الفيديو، ربنا خلق التنوع على الارض عشان نعمرها، ولولا التنوع ده الله اعلم الدنيا كانت هتبقى عامله ازاي. طب لو انا دخلت حسابات اعمل ايه؟ والله انا لسه معاك في فرقه اولى، او انت ممكن تكون اكبر مني كمان، بس خليني اديك النصائح اللي عندي يمكن تفيدك. ما تفتكرش ان هو ده نهايه الطريق وانك خلاص حققت كده اللي انت عايزه وتقعد ترتاح بقى. بص هو عموما كده الدنيا ما فيهاش راحه، بس طالما انت اخترت تخش المجال ده فانا مش عايز اصدمك، بس انت تقعد تعلم طول حياتك، خد كورسات وحاول تشوف السوق عايز ايه من بدري. ما تخليش وقت الكليه يتسرق منك وتقول هشتغل بعد التخرج، ده اسمه فشل. انت تتخرج عندك 22 سنه او 23 سنه ولسه في جيش كمان، لازم تستغل وقت الكليه وتاخد كورسات وتشوف السوق عايز ايه، وما تكتفيش بس بالعلم اللي انت تاخده في الكليه. الكليه لوحدها مش هي اللي هتشغلك. يا رب اكون فدتك. في نهايه الفيديو، الضجه اللي حاصله دي ولا هي صح قوي ولا هي غلط قوي، بس تاكد ان اللي بيكسب فعلا هو اللي بيشتغل على نفسه وبيتطور وبياخد كورسات وبيروح هنا وهنا، مش بس اللي بيقعد يحلم. والحلم من غير سعي صدقوني ملوش اي لازمه. ربنا يوفقكم جميعا وتحققوا احلامكم يا رب. والفيديو الجاي احكي لكم فيه حكايتي كلها، وازاي اتحولت من طفل كل اللي يعرفه عن الكمبيوتر هو جاتا وميدل لليوم اللي وصلت فيه النهارده الحاسبات. ما تنساش تشترك عشان يوصلك تنبيه اول ما ينزل. سلام. وفي النهايه عايزك تقولي رايك في الجدال اللي حاصل ده، وهل شايف حاسبات تستاهل فعلا الضجه اللي عليها دي ولا لا؟